يلا بينا نعمل كشري للعيلة كلها بحلة واحدة بس. كشري هتعملي العظمة دي كلها ليكي وللعيلة كلها. حاولوا تعملوا الكشري دي تبقى أكلة عائلية كده، بيبقى حلو قوي في اللمة. أول حاجة كده جبت العدس سلقته وصفيته وغسلته كويس وصفيته، وضربت شفشق طماطم وحطيت عليه ملح وفلفل وكمون. ما عندكيش توابل حطي قالب ماجي زي كده. حطيت ملح وماجي، وهنا بقى بصلايه صغيره مع فصين توم وهشوحهم بالشكل ده كده مع شويه زيت. واول ما يحمروا نقوم نازلين بمعلقتين خل ومعلقه كزبره، وبعد كده نزلنا بقى بالطماطم والملح والماجي ونقلب الكلام ده كله ونسيبه بقى يتسبك براحته. بصوا الصلصه بيور ازاي، من غير بقى ولا قشور ولا بذور ولا اي حاجه خالص. وجبت هنا البصل قطعته شرايح كده بشويه زيت، بقطعه بقطعة الشيبسي، بيطلع حلو قوي وبيطلع كريسبي. عايزه اقول لكم ان الكشري ده يعني نتاج مرات كتيره قوي بقى ما كانش بيطلع مظبوط، بس بالمره بالطريقه دي ظبطته بقى ايه بقى زي المحلات بالظبط واحلى كمان. ساعات بناكله في المحلات مش مستوي وكده. سلقت الحمص وسلقت العدس، وهنا غسلت الرز وصفيته، حطيت عليه الملح والكمون بتاعه. هنا البصلة شوحها بالشكل ده لحد ما تحمر كلها. وبعد كده شلت البصل ورحت حاطه مكانه على طول الشعريه، حمرتها بالشكل ده. ونقوم نازلين بقى عليه بالرز والعدس ونقلب كله مع بعضه. ممكن لو عايزه تعملي كشري الحله الواحده تحمري المكرونه مع الشعريه، بتبقى جميله قوي قوي قوي. تحمري المكرونه مع الشعريه وبعد كده بتنزلي بالرز والعدس ويبقى كله في حله واحده. بس احنا بقى ايه عشان عامله ما شاء الله كميه مكرونه كبيره، فالحله مش هتكفي يعني. فهنا بقى كده هنزل بالرز وهنزل بالعدس وبعدين هنزل بالملح وهنزل بالمية تغطي الرز والعدس والشعرية. حطيت شوية تقلية بقى بالشكل ده تدينا طعم وريحة ولون للكشري تحفة. نقلب بقى كده كل الكلام ده مع بعضه وننزل بالمية المغلية عليه علشان يطلع كشري مفلفل معانا. كده الصلصة خلصت والحمص خلص والرز كمان خلص يعتبر. مش هياخد 10 دقايق على النار وهيستوي، لان احنا مظبطين كل حاجة فيه والمية مغلية، فمش هياخد وقت معانا خالص. بصوا اهم حاجة المية تكون مغطياه بس كده، ما تكتريش مية عشان ما يعجنش. دي برضو غلطة كنت بقع فيها ساعات زمان. بس المية لما تبقى مظبوطة كده تبقى اعلى من الرز حاجة بسيطة قوي، يعني ايه ما يبقاش ايه. بصوا بقى الفلفلة بقى، بصوا الرز مفلفل ازاي ما شاء الله تحفة. الرز كمان خلص والحمص خلص والصلصة خلصت. وهنا اخر حاجة خالص بسلق المكرونة. ادي الرز والصلصة والمكرونة، وهادي بقى جرانك بقى والتقلية بقى الكريسبي. هادي جرانك بقى، اعزمي عيلتك عليه، بتبقى اكلة حلوة اوي سريعة وحلوة اوي في الحر ده.